اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة الروندو. معكم عبدو الصمد، فيديو جديد. ما تنساوش لايك واشتراك ويلا نبداو. مفخرة المغاربة، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يفوز على نظيره الأوزبكي 6 ديال الأهداف لهدفين على أرضه وبين جماهيره. المنتخب الوطني المغربي يخوض معسكرا تحضيريا بدولة أوزبكستان، وغادي يتصادم مرة أخرى مع المنتخب الأوزبكي في مباراة ودية ثانية يوم الجمعة القادم 22 دجنبر. وإحنا كمغاربة نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في المسار ديالو القادم. ثاني خبر يهم أحد أهم لاعبي المنتخب الوطني المغربي، سفيان أمرابط. سفيان تعرض الكثير من الانتقادات من بعض جماهير مانشستر يونايتد بسبب الأداء ديالو في المباراة الأخيرة أمام ليفربول. وقال أحد محللي قنوات سكاي سبور الرياضية أسطورة ليفربول السابق جيمي كاراغر أن مرابط لا يستطيع الركض، وأن الأداء ديالو بشكل عام كان سيء. اكتبوا لي في التعليقات ما رأيكم في الأداء ديال مرابط، والرأي ديالكم كذلك في الانتقادات التي يتعرض لها من طرف جماهير مانشستر يونايتد والإعلام الإنجليزي. إلياس أخوماش مستقبل المنتخب الوطني المغربي، أحد أبرز اللاعبين الواعدين في أوروبا حاليا، يمر بمرحلة جيدة جدا، أداء رائع أمام ريال مدريد، ثقة عالية بالنفس، قدرات كبيرة وهامش كبير للتطور. ماشي بعيد اللاعب يكون مفاجأة وليد ويتم استدعائه لكأس إفريقيا بالكوت ديفوار. الآن غادي نخليكم مع واحد الفيديو، ولكن التعليق غادي يكون لكم. اكتبوا لي الآراء ديالكم في التعليقات. ما تنساوش لايك إذا عجبكم الفيديو واشتراك في القناة. نشوفكم في الفيديو القادم وإلى اللقاء. هذوما الشامعتين الكبار تاع الفوتبول الماروكان. الفوتبول الماروكان هارب فينر توا رواسي لطفي على جميع المستويات، عندهم احسن جارديان واحسن جو واحسن انترنور واحسن جمعيه وبسمه وخلى بسمه. والحاجه الاخرى اللي مهمه برشا، سامحني، خلى بسمه باش قلت انت قلت بسمه ولا معناها منيره. لا منيره لا سامحني، لا سامحني شوريك لا ريكونيسونس تاع العمل اللي خلاه سي فوزي في المغرب، خلات اللي ندموا على التخلي عليه، واليوم رجع سي فوزي من الباب الكبير وشفنا الاستقبال اللي شفناه. سي منجي، هو بالنسبه للمغاربه عندهم بن شيخه كذاك يمكن اقوى حتى من فوز البلزرتي كمدرب اللي خلى بصمات ايجابيه.